السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشرح الدرس الأول لسنة تانية ابتدائي. أول حاجة بيقول الدرس اسمه يوم جميل، وفي شخصيات الدرس يا ولاد عندنا 3 شخصيات: مريم وعندنا ليلى وعندنا فاطمة. أول حاجة مريم بتقول ليه كان اليوم جميل، هنعرف من خلال قراءة الدرس. بتعرف نفسها، بتقول أنا مريم اليوم بتاعها كان جميل. بيقول استيقظت مبكرا، ابتسمت لأمي وأبي وقلت صباح الخير. صحت من النوم بدري وابتسمت لباباها ومامتها وقالت لهم صباح الخير. تناولت فطورها، فطرت وأكلت الفطور ثم ذهبت للمدرسة. طيب، وهي في المدرسة لقت زميلتها ليلى حزينة. سألتها، قالت لها ماذا بك يا ليلى؟ ايه اللي مزعلك يا ليلى؟ قامت جايه راحه ليلى قالت لها انا نسيت القلم بتاعي. قالت لها، ضحكت لها وقالت لها لا تحزني، معي قلم. ما تزعليش يا ليلى، انا معايا قلم. قامت جايه راحه ليلى ردت عليها وقالت لها شكرا، انت صديقة جميلة يا مريم. طيب، في الفسحة بقى حصل موقف تاني. في الفسحة اللي هي كانت بتلعب مع زمايلها، وبعدين خبطت في زميلتها فاطمة دون قصد، يعني هي مش قصده، دون عمد، هي مش قصده ان هي تخبط في زميلتها. فقالت لها انا اسفة يا فاطمة. انا فاطمة ردت عليها وقالت لها ما فيش مشكلة، انا عارفة ان انت مش قصده ان انت تخبطين. طيب، ليه يا ولاد من خلال سياق الكلام تعرفوا ان اليوم جميل؟ ليه؟ لان مريم تعاملت مع الجميع معاملة طيبة وحسنة، وهم ايضا فعلوا معها نفس المعاملة، او تعاملوا معاها بنفس المعاملة الطيبة. يبقى تاني هنشرح الدرس، هنقول كان في 3 شخصيات: مريم، ليلى، فاطمة. مريم كانت بنوتة جميلة، صحيت بدري، قالت لباباها، ضحكت لهم وقالت لهم صباح الخير وضحكت لهم، وقامت جايه راحة فطرت، وبعدين راحت لمدرستها. بعدين في مدرستها لقت ليلى زعلانة. زعلانة ليه يا ليلى؟ قالت لها ده انا نسيت القلم بتاعي. ضحكت لها وقالت لها ما تزعليش يا ليلى، انا معايا قلم. ليلى محترمة ردت عليها وقالت لها قالت لها شكرا ليكي، انت صديقة جميلة قوي. وهم بيلعبوا في الفسحة صدمت في فاطمة، ففاطمة قالت لها انا اسفة يا فاطمة. قامت جاية راحة فاطمة قالت لها يا ولاد، انا عارفة ان انت مش قصدك يا مريم. طيب، وقلنا اليوم جميل لانها تعاملت مع الجميع معاملة حسنة. طيب، نيجي هنا لمعاني الكلمات. نيجي هنا، احنا طبعا عارفين المعنى، يعني معنى الكلمة، يعني بنوضح الكلمة دي معناها يعني الدليل بتاعها، او يعني مثلا ما اقول جميل يعني حلو، زي ما كده انا بوضح معنى الكلمة هو ماشي تمام كده. لما يقول استيقظت يعني صحوت، يعني استيقظت صحوت. طيب، تناولت فطوري اي اكلت فطوري. طيب، دون يعني من غير. طيب، قصد عمد. ماشي، ماذا بك اي ما سبب حزنك. ماشي، طيبة حسن. طيب، هنا الكلمة ومضادها. ماشي، الكلمة ومضادها يعني يا ولاد؟ يعني الكلمة وعكسها. يعني عكسها يا أبلة؟ يعني لو حاجة حلوة يبقى حاجة وحشة، ولو حاجة وحشة تبقى حاجة حلوة كده. بالنسبة لسنكم احنا بنوضح بطريقة بسيطة. ماشي. طب جميل عكسها حاجة جميلة عكسها حاجة قبيحة. طب استيقظت، نمت. مبكر متأخر. ابتسمت عبست. ذهبت يعني عدت. حزينة فرحة أو سعيدة. نسيت يعني تذكرت. تعرفون يعني تجهلون. طيبة يعني سيئة أو خبيثة. طيب، المفرد والجمع شرحنا قبل كده المفرد والجمع، وقلنا المفرد يعني حاجة واحدة عايزين نجمعها تبقى حاجات كتير. يوم جمعها أيام. طيب، مدرسة جمعها مدارس. قلم أقلام. صديقة صديقات. صديق أصدقاء. زميلة زميلات. زميل زملاء. مشكلة مشكلات. معاملة معاملات. خلاص، احنا وضحنا الدرس وفهمنا اللي فيه. لو في اي حاجة انتم مش عارفينها اكتبوا لنا في التعليقات.